يظل النادي الأهلي في أمس الحاجة لمهاجم سوبر في ظل عدم تقديم مودست للمستويات المطلوبة. وبعد طرح اسم وليد أزارو على الساحة، هنا بقى يجي السؤال: هل وليد أزارو هو المهاجم السوبر اللي الأهلي بيدور عليه؟ شوف الفيديو للآخر وانت تعرف تجاوب بنفسك. أولا تعالى كده نتكلم عن مميزات وليد أزارو. أزارو بيمتاز بأن تحركاته عبقرية وبيخلق لنفسه فرص كتيرة جدا، وده بسبب إحساسه بالمكان. ده غير طبعا أنه لاعب سريع ومتحرك بشكل كبير، وعنده القدرة على هد دفاعات الخصوم بتحركاته، وكمان بيخلق فرص كتيرة جدا لزمايله. ده بالإضافة لاستخدام سرعته الكبيرة في الضغط على مدافعين الخصوم، وطبعا عمل إزعاج كبير ليهم وحرمانهم من عملية بناء الهجمات. وكل المميزات دي خلت أزارو في أول مواسمه مع النادي الأهلي يحرز 18 هدف ويتوج بجائزة هداف الدوري. وخلي بالك في الموسم ده أحرز 26 هدف وصنع 8 أهداف، يعني ساهم في 34 هدف. وهنا بقى طالما أزارو كان جامد كده، ليه النادي الأهلي فرط فيه؟ بص يا غالي، في الموسم الثاني بالتحديد تعرض أزارو للإصابات المتكررة، ده غير إضاعته للعديد من الفرص اللي كان مشهور بيها، واللي عرضته للنقد من جماهير النادي الأهلي والسخرية من جماهير نادي الزمالك. لكن على الرغم من ضياع الفرص الكتيرة اللي قلنا عليها دي، إلا إنه سجل في الموسم ده 7 أهداف وصنع 5 أهداف، يعني ساهم في 12 هدف في 29 مباراة. ولكن بقى في الموسم الثالث لأزارو، وتحديدا بعد وصول فايلر، قال إن أزارو لا يناسب طريقة لعبه. وهنا بقى مشاركات وليد أزارو مع النادي الأهلي قلت جدا، وساعتها رحل على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي لنادي الاتفاق السعودي. وبيني وبينك أرقام وليد أزارو مع نادي الاتفاق السعودي ما كانتش أحسن حاجة، يعني لعب معاهم 51 مباراة، سجل فيهم 14 هدف وصنع 6 أهداف، ودي أرقام ضعيفة جدا مقارنة بعدد المباريات اللي لعبها. علشان كده رحل ساعتها لنادي عجمان الإماراتي. وهنا بقى توهج وليد أزارو. أزارو قدم مستويات عظيمة جدا في الموسم الأول ليه مع نادي عجمان الإماراتي، كأنه كده لقى نفسه في الدوري الإماراتي. لعب معاهم 31 مباراة، سجل 13 هدف وصنع 12 هدف، يعني ساهم في 25 هدف في 31 مباراة. خليك فاكر الأرقام دي هنحتاجها بعدين. في الموسم الحالي بقى أزارو بيواصل التألق، لعب 7 مباريات، سجل 7 أهداف وصنع هدف، يعني ساهم في 8 أهداف في 7 مباريات. بصراحة أرقام مرعبة، وده اللي خلى قيمته التسويقية توصل ل4 مليون يورو، لأن أزارو دلوقتي بقى عنده نضج كروي عالي جدا بسبب لعبه في أكتر من دوري، ده غير مشاركاته المستمرة في العديد من المباريات. نيجي بقى للإجابة على أهم سؤال، وهو: هل أزارو فعلا هو المهاجم السوبر اللي النادي الأهلي بيدور عليه؟ وهنا الإجابة أيوة، وهقولك لعدة أسباب. أولا، اللاعب بينتهي عقده في 2024 ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير. ثانيا، أزارو عنده 28 سنة، يعني سنه مناسب جدا ومن اللعيبة الملتزمين اللي بتنفذ التعليمات بحذافيرها. ده غير انه نضج كتير جدا عن الأول، وبقت مشكلة ضياعه للفرص قليلة جدا. ثالثا بقى حبه الشديد جدا للنادي الأهلي وعدم ممانعته للرجوع لبيته من جديد. ده غير انه هيتنازل عن جزء كبير من عقده زي ما أكد وكيل أعماله، ده في حالة انتقاله للنادي الأهلي. رابعا بقى وأخيرا، وهي المميزات الفنية اللي قلتها لك في أول الفيديو. الخلاصة: وليد أزارو إمكانياته الفنية وسنه المناسب بالإضافة
لحبه للنادي الأهلي. كل دي أسباب تؤهله إنه يبقى مهاجم الأهلي المنتظر.